شغلنا احنا يعني احنا مثلا طلعنا على طول لجان، مثلا طلعنا لجنه تقصي الحقائق من تبع المنجم السكري، عشان كانوا بيقولوا في سرقات وفي مشاكل هناك، وبالفعل توجهنا للمنجم السكري. ما الشغل ده لازم يظهر. طب بما انك طرحت موضوع المنجم السكري، احنا بنقول مثلا عندنا عجز في السيوله وتخفيض مركز مصر الائتماني. هو منجم السكري ده يجيب لنا فلوس قد ايه، او ايه ظروفه يعني؟ والله انا عندي فكره كويسه، المنجم السكري دخل فلوس كويسه قوي. لما حصل احنا رحنا المنجم السكري. حضرتك اولا رحتوا؟ انا رحت من ضمن اللجنه اللي هي راحت منجم السكري، وكانت حاجه جميله. وانا بقول ان دايما يقولوا ان مصر هبه النيل، وانا بقول مصر هبه المناجم، لان احنا شفنا الثروه المعدنيه دي حاجه جميله قوي. وانا طلبت قبل كده ان يبقى في رحلات للجامعات تروح تشوف الصرح الجميل ده والحاجات الكويسه اللي حصلت، لان احنا لما وصلنا هناك كنا رايحين بهدف ان قالوا ان في طلب الاحاطه ان في سرقه في منجم السكري. فبالفعل توجهنا المنجم السكري، ورحنا لقينا العمال هي اللي عامله اضراب، فخدنا العمال على جنب. ودي اول حاجه ايه بدانا بيها. انتوا مشاكلكم ايه؟ قالوا احنا والله في عايزين مثلا اجازات قد كده، وعايزين رواتب تعلى قد كده، ويبقى في تامين علينا وي. حلينا لهم بما يعادل 70%. فلما حلينا في 70% خدناهم على جنب بقى، بعيد عن المستثمر الاجنبي والمستثمر المصري، وبعيد عن الثروه المعدنيه. عايزين نعرف مدى كلمه السرقات اللي بتحصل من المنجم السكري. الناس فاهمه غلط. الناس فاهمه ان المنجم السكري ده قطعه ذهب بيقطعوا منها وبيطلعوا منها سبائك. هي الموضوع غلط خالص. طب ايه هو بقى الموضوع؟ ان احنا لما رحنا هناك لقينا ان المنجم ده حفر 300 متر تحت الارض، فيما يعادل 4000 متر. 300 متر تحت الارض؟ 300 متر، لان كل ما بينزل اكتر يجيب في عمق 4000 في عمق 4000 يجيب نسبه جلد اعلى. يعني نسبه الجلد بتبقى هناك من 3% الى 4%. فبيطلعوا عمليه الصخر ده من تحت، بيطلع صخر كده قطع، وبعدين بيترمي في كسرات. يعني الطريقه ماشيه ازاي؟ بيترمي في كسرات تكسره، وبعدين يمشي على عمليه طحن، يطحن زي البودره. عشان نخش في المساله لا ده انا هكملها لك عشان يعني عشان الشعب يبقى عارف الطريقه ماشيه ازاي، لانهم مفكرين انه بيروحوا يقطعوا ويجيبوا. فبعد كده بيخش على خزانات فيها مواد كيميائيه بترسب الذهب في الارض، وتبتدي تسحب الشوائب. وبعد كده تخش على عمليه الصهر بقى، اللي هي فيها الافران اللي بتطلع السبائك الذهب. وبتبتدي في كاميرات بتصور الموازين اللي هي بتوزن السبيكه، وعمليه الصهر كله مراقب بالكاميرات صراحه. وانا يعني حته اللي بعد تشك حته السرقات دي والحاجات دي، لان الخزنه اللي بيتم الصب فيها كان معانا باشمهندس سيد نجيده، يعني كله احنا فتشنا في كل حاجه عشان نوصل لاي حاجه. لقينا ان الخزنه دي بتتفتح من 3 اشخاص بارقام سريه. طب انا بس حضرتك برضو انا عاوز اوصل، منجم السكري ده ممكن يدخل قد ايه؟ ايه؟ يدخل قد ايه؟ هو المنجم السكري بيقولوا بيعمل في الشهر ما يعادل من 700 الى 800 كيلو او طن ذهب شهريا. ترجموا فلوس كده؟ اكمل بس بعد اذنك. المواطن البسيط يسمع بس يفهم. ما انا هوصلها له. لما يطلع طن بما يعادل 300 مليون شهريا. يعني هو يجيب 300 مليون شهريا. دي في حاجه انا بقى بحط فكره جديده، بحيث ان احنا ال 300 مليون دول يبقوا 3 مليار. تقول لي ازاي بقى؟ ازاي؟ لما جينا طلعنا على التقرير بتاع اللجنه، لقينا ان التعاقد الاولاني مع سامح فهمي وزير البترول السابق كان متفق مع الشريك الاجنبي على ان هو هياخد 3 كيلو في 3 كيلو، عمق 3 كيلو في وجهه 3 كيلو. فلما قعدنا مع الثروه المعدنيه واتكلمنا مع المهندس فكري والكلام من ده، مدونا بمعلومات واوراق ان هو صح واخد 3 كيلو في 3 كيلو. لما لقينا الورق على الواقع لقيناه واخد 160 كيلو، يعني من هنا لاسكندريه تقريبا، من هنا لاسكندريه. ادي الفساد اللي كان حاصل واللي احنا حطينا ايدينا عليه. فقلنا ازاي 160 كيلو من 3 كيلو؟ طب لو حتى نقول مثلا قسمنا ال 160 كيلو الى 10 مستثمرين. تمام. الى 10 مستثمرين. تمام. يبقى هيطلع كل مستثمر هيطلع طن ذهب شهريا. تمام. يبقى احنا عندنا هنطلع 10 طن ذهب شهريا، بدل ما كان بيطلع طن. هنقسم المنجم. وانا اتكلمت مع السيد محافظ القاهره محمود بيه صراحه، يعني مدينا بمعلومات وشغل كتير، هو مشكورا. قابلنا في مرسى علم مقابله كويسه قوي، وقال احنا عندنا بس فين المستثمرين اللي تيجي؟ فبصينا لقينا العمليه سهله. في مستثمرين في مصر قالت احنا على اتم استعداد ان احنا نخش نستخرج الذهب ده ونبيعه، لان الذهب ده بيتباع بورصه. اللي انت ما تعرفوش سعادتك ان بيتباع بورصه. هو قاعد دخل 100 طن 200 طن بيبيعوهم على البورصه على الشاشه واحنا قاعدين. المشكله بقى الحقيقيه ان احنا لما نطلع بتاع ده 10 مستثمرين يطلعوا 10 طن ذهب شهريا،
تخيل لما يخشوا 3 مليار كانوا بيتسرقوا. وبعدين المشكله الافضل ان المستثمرين في مصر بيقول لك احنا بنستورد ذهب، دي كارثه ثانيه. تستورد ازاي واحنا عندك هذا الكنز؟ عندنا ذهب. طب هل شايف ان العمله الصعبه دي بتطلعها ازاي؟ وصلت الذهب الصيني كمان، وصلت للذهب الصيني. لا الصيني ده مش ذهب، ده سرقه، ده واخد ده نسبه. طب استاذ مخيف، شايف ان احنا ما ظلمناش المستثمر الاجنبي؟ لان برضه احنا شفنا على الفضائيات جاي بيقولوا ده يعني الكلام، او بيقولوا ان كده انا بهرب المستثمرين، انا جيت من خلال عقود وهكذا. بالنسبه لمنجم السكري كان في اولى اولوياتي من اول يوم 23 يناير عملت طلب احاطه بوقف العمل في منجم السكري. هنتكلم على منجم السكري من اول اكتشاف ليه، اكتشاف الفرعوني كان اكتشاف قشري. لا احنا مش عاوزين لا انا في عجاله شديده، انا عايز اوصلك لحاجه، بس انا عايز اوصلك لحاجه، انا عاوزين نوصل. بعد كده الملك فاروق اعاد اكتشافه سنه 1945. اكتشف منجم السكري 45 تمام سنه 1945. استخرج منه لحد سنه 1949 4 سنوات يعني. وقال اتركوا للاجيال القادمه، وقفل العمل كراجل جنتل في منجم السكري. جينا احنا بقى هنا بعد ما تولى الرئيس المخلوع الحكم بحوالي 8 سنوات، أعاد العمل في منجم السكري مع شركة يكاد تكون وهمية اسمها شركة سانتامين الاسترالية. وشركة مساهمة مصرية طبعا معروفة بتاعت مين. الشركتين دول طبعا شركات وهمية بس مش أكتر من كده. دخلوا بمعدات هزيلة جدا، مش جزيرة فيرجن ولا حاجة برضو. لقوا خيرات رهيبة في منجم السكري. في 8 أماكن في منجم السكري بيتم الاستخراج منهم. طبعا لما لقوا كنز كبير، يعتبر كنز كبير، عملوا قال لك خافوا، قال لك لازم نقننه. سنة 94 مرروا قانون 222 لسنة 94. المجلس المزور سنة 222 سنة 94 بقيادة الدكتور الفقيه المزور فتحي سرور مرر قانون 222. لما تقرا القانون بيقول ايه بقى؟ عشان برضو لما في مختصر بس. ما هقول لحضرتك القانون ده حوالي 60 مادة. لما تقرا 60 مادة في الاول بتاعه في اول مواد تحس ان ناس بتسرق عيني عينك. واكبر دليل على السرقه هقول لك على حاجه بسيطه جدا. امسك كتاب الجغرافيا بتاع اي طفل كده في ثالثه اعدادي ولا في سته ابتدائي، تلاقي الحديد بنستخرجه مش عارف منين، المنجنيز منين، الذهب مفيش. ادي اول حاجه تدل على الناس دي حراميه. لا والله كويس. صح. احنا عايزين نتكلم بطريقه علميه عشان ما نظلمش حد. عشان ما نظلمش حد. اصلا هم مش اعدائنا، ده احنا لو يهودي مش هنظلمه. يعني الاسلام قال لنا كده. لازم نبقى عادلين. العدل اللي ربنا اقره ده العدل. ربنا سبحانه وتعالى قال يقرب الشرع كله في سوره ربنا خص بها ايه؟ الذين امنوا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى اللي هي كل الشر. على فكره برضو واتقوا الله ان الله خبيرا بما تعملون. انت انا برضو عايز اقول ايه بقى ومفكر ان انت انا عايز بس اوصلك حاجه معلش يعني للاخر عشان الوقت يعني كده يعني ايه. انا عايز اوصل للمشاهد حاجه عشان الناس اللي بتتفرج عليها ما تقولش ان احنا بنفتري. تمام. احنا ما بنفتريش. ماشي. نوصل بقى للمشاهد. وصلنا للقانون اللي بيقول لك الناس دي حراميه. اقروا القانون عشان اقراه. عايز بقى يعني 2 برنامج زي بتاع حضرتك كده. خلصنا من القانون اللي بيدل على الناس دي سرقه. نخش بقى ايه على الانتاج. تم التعاقد مع الشركه مع هؤلاء الشركات سنه 1992. قالوا ما استخرجناش الا قبل الثوره بسنه. كام سنه ما استخرجتوش؟ امال انتوا شغالين بتعملوا ايه؟ بتكتشفوا؟ ده مكتشف من 1945. اول دليل على ان انتم يعني هو قعد من 94. ثواني يا جماعه. لا اسمح لي بس. ثواني يا جماعه. من 94 ل 2011. ثواني يا جماعه. ما انا قلت اكتشاف فرعوني. لا هو لا انا استوضح. وبعد كده تم اعاده اكتشافه يعني من الملك فاروق استخرج لحد 4 سنوات وقال ده اتركوا. احنا عايزين نوصل من 94 ل 2011 ما استخرجش حاجه من منجم السكري. لا 2010 قال لك ما استخرجناش حاجه. ل 2010 ما استخرجناش حاجه. بدا في 2010 يقول لك ايه؟ احنا بنستخرج 38 كيلو في الشهر. ماشي. ولاحظ حته 38 دي على الاستخراج الفعلي 380 كيلو. بيشيلوا اصفار حاجه بسيطه جدا يعني. ناس مهره. ناس مهره بيشيلوا اصفار. مهم جدا. صفر يعني. بيشيلوا اصفار. صفر يا راجل. تيجي بقى على الرقابه
على منجم السكري. المفترض ثروه معدنيه زي دي هائله ممكن ترتقي. على فكره احنا ربنا وهبنا ثروات طبيعيه كثيره جدا، المفترض نحمد ربنا عليها ان احنا نكون عادلين. يعني حضرتك كان يستخرج ولم يدرج، كان يستخرج عشان نوصل لنقطه يعني. ولذلك احنا ولذلك انا في طلب العطاء بتاعي طالب وقف العمل. ليه؟ وقف العمل لان الشركات دي شركات وهميه. انت مين دي وهميه؟ اسالوا الاسرائيليين داخلين في الشركه دي بكام سنه. ارد عليه بس بعدين. طب نسمع برضو مش رد ايمن بيه. لو وقفوا انت بتعرضنا دلوقتي للتحكيم الدولي يا عاطف. انا في ثوره، هتوقعنا في مشكله. لا انا في ثوره، احنا بنلتزم شوف العقد بتاع. طب اقول لحضرتك يا جماعه اسمعوني لو سمحتوا، يعني لو سمحت يا ايمن دلوقتي، لو سمحت يا ايمن، انت عارف نصيب مصر للتحكيم الدولي هتديله اكتر من حقه. هتديله يا جماعه. حصل مع سياج. اقرأوا العقد، هاتوا طالبوا، هاتوا صوره من العقد وشوفوا نصيبنا ايه. الشركة الأسترالية بتاخد 47% والشركة المصرية 47% والحكومة المصرية 3%. طب الحل ايه يا استاذ؟ ده منطق في عقد. اي عقد من العقود اتعمل كده. 53 يا عاطف انا بصحح لك للحكومة. طب انت شايف وجهة نظرك ايه في الموضوع ده؟ حاجة موجودة ومستتفة بقى لها فترة من قبل ما تخش مجلس الشعب. هو بالنسبة الكلام ده ردا لكلام عاطف صح، كان الاول بيطلعوا نسبه 3% بس عمليه استخراج الذهب، لان كانوا لسه بيحضروا الاجهزه اللي هي بتطلع الذهب، لان الذهب ده بيجي من العمق اكتر. طب لا برضه عشان الوقت السجاري مننا، يعني انت شوف حضرتك الحل، او انت يعني نعالج المشكله دي. امامنا المشكله دي مثل مشاكل الفساد الكثيره. المشكله دي لها علاج دلوقتي. هو الشريك الاسترالي التزم في نسبه وبيطلع نسب ويديها لمصر، وخلي ده بيطلع بره الخارج وبيتباع من خلال البنك المركزي. انت خدت بالك في اوروبا بره بيتم عمليه تنقيه وبيرجع فلوسه بالدولار. ماشي. احنا بنقول بقى بدل ما احنا مثلا نخليه مثلا 10 مناجم، هو ده حله. تقسيمته عشان العمق اللي حضرتك بتتكلم فيه. ايوه عشان احنا طبعا الحلقه ده ما كانش عنوان حلقتنا النهارده، ولكن الحديث تطرق ليه، ولكن برضه يؤدينا لحاجه، ان مصر في الاول وفي الاخر لابد ليها من اعاده نظر في حاجات كتير قوي. يعني احنا لو احنا يعني ادينا شفنا اهو حاجه بتدخل مليارات مش ملايين، بالك بقى لو دورنا في كل حته نلاقي حاجات ثانيه. هي ملحوظه اخيره بس استاذ احمد بقى. لا هي حضرتك هتعلق بقى، اوريك المطلق والحل انك تعلق. احنا نستفيد من الحوار ده ايه واحنا داخلين على انتخابات الرئاسه الجمهوريه؟ لا بس هقول تعقيب اخير على اللي فات ده. وضيف التعقيب الاخير انه احنا الحقيقه بنظلم نفسنا كثيرا بان احنا ما عندناش شركات متخصصه في الحفر او الاستكشاف. عندنا لا ما اقصد عندنا 10 شركات، ما اقصدش وعندنا شركه بأراسكم اعلى شركه حفر، عندنا شركه الحفر المصريه دلوقتي بتستخرج في اثيوبيا. انا اقصد ما اقصدش عندنا شركات مش موجوده اصلا. انا اقصد بس الحكومه الاولانيه ما كانتش بنعتمد على المستثمر الاجنبي بالدرجه الاولى في هذه المساله. يعني الامريكان والبريتش بتروليوم والحاجات دي محتكره تقريبا المجال ده في مصر تماما. لو احنا استخرجنا ده بيقاسمنا، ده احنا بناخد 51 او 49 او كده، نسبه قريبه من ذلك، بياخد نص ثروتنا. طب ليه يعني؟ عشان شركه يعني. على فكره انا عملت حلقه كامله عن الغاز الطبيعي في المياه العميقه في البحر المتوسط، برضو قصه ثانيه كانت حلقه كامله وهنكملها في تركيا ما بين في البحر المتوسط. فاحنا عندنا يعني لو اتكلمنا في موضوع الثروات